بص احنا فضينا الاكياس كلها، نطلع بقى الفسيخ بتاعنا ونتفرج بقى على الحلاوه يا حبايب قلبي. اللي ما عملش لايك بقى في اول فيديو يعمل لايك دلوقتي يا حبايبي، واللي ما اشتركش لسه بيتفرج علينا لاول مره بعد اذنكم يعني يكون شرف ليا يا حبيبه قلبي انت او هو او هي تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ويوصل لكم باذن الله اشعار بكل. بصي الفسيخه حمرا كان جميله ازاي زي ما بتشوفيها بره في المحلات بالظبط. انا مش مكتره شطه على فكره، يعني وسط، يعني خفيفه او ولا تقيله او حلوه. هناخد الفسيخه، انا باخد الفسيخ بعد ما املحه صراحه بغسله. في ناس تقول لي بتغسليه ليه؟ ما ينفعش، بيبقى طعمه مش حلو. لا عشان برضو التمليح بتاعه اللي على الوش دوت اللي هو اللون بتاع الشطه والميه اللي بقى لها كام يوم عليه فيه دي ميه التمليح اللي بتنزل منه دي، لا نغسله عشان يبقى حتى ايه نضيفه واحنا بناكله. وانت بتغسليه طبعا بتغسلي الغشيم جدا جدا لان بيبقى فيها لسه ايه الملح بتاعها اللي احنا بنغسله بيبقى فيه لسه راسب ملح فيها. تغسلي الغشيم جوه كويس جدا جدا جدا، وبتغسلي السمكه كويس